مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقه جديده من برنامج سوبر كوره. بنعتذر على عدم الظهور في حلقه امس بسبب اسباب هندسيه، ونتواصل من اليوم بمشيئه الله في نفس موعد البرنامج في تمام 11 مساء. نبدا الحلقه كالمعتاد بفقره سوبر نيوز. ابدا اخبار سوبر نيوز. عارفين انه في ازمه بين وكاله الاهرام للاعلان وبين النادي الاهلي. مسؤول النادي الاهلي عقدوا جلسه خاصه مع هشام زايد مدير وكاله الاهرام للاعلان الجانب الرياضي يعني او الاداره الرياضيه في وكاله الاهرام للاعلان. تم عقد جلسه وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد باقي قسط يناير في شهر يوليو المقبل بشكل نهائي، على ان تبدا الوكاله بعدها في تقديم الجدوله النهائيه لقسط يوليو اللي هيحل بعد كده في شهر اغسطس القادم، والبدء في الدفع بصوره منتظمه وعدم التاخر في دفع المستحقات المجدوله في المواعيد المحدده. وكاله الاهرام وعدت النادي الاهلي بعدم جدوله قيمه دفعات السنه اللي باقيه او السنه اللي زادت في التعاقد، في حين لم يناقش الطرفين اي امور تتعلق بمعسكر الفريق في الصيف المقبل. وتقوم وكاله الاهرام للاعلان بتجهيز هذا المعسكر قبل عرضه على النادي الاهلي. محمد يوسف المدير الفني للاهلي ابلغ لجنه الكوره انه لن يحتاج لاي لاعبين جدد غير من الناشئين لتصعيدهم للفريق الاول، غير في 5 كان رشحهم كابتن فتحي مبروك ووافق عليهم محمد يوسف، حسين غنيم وايمن اشرف واسلام محارب وعمرو جمال واحمد نبيل مانجا، وطلب ان في 3 تانيين عبد الله عبد العظيم ومصطفى السيد ولؤي وائل. اما باقي كل اللاعبين في هذه المرحله السنيه فسيستغنى عنهم النادي الاهلي. ويستفسر النادي الاهلي من الجهه الاداريه عن لائحه وزير الرياضه اللي تم اصدارها مؤخرا، وبيسال هل هنبعت للناس في الجمعيه العموميه خطابات مسجله ولا هنبعت ازاي، وازاي هندعو للانتخابات القادمه. وبدات تظهر كده ملامح ان مديريه الشباب يبدو ان العمري فاروق عايز يسترد النادي الاهلي، فمديريه الشباب بدات تقول انه احتمال يتم تاجيل انتخابات الاهلي لمده 20 يوم اخرين، رغم ان الاهلي اعلن ان نهايه يوليو هتكون انتخاباته، لكن يبدو ان هتحصل مشاكل في القصه دي خلال الفتره القادمه. الزمالك طلب من سيون السويسري في حاله انه بالفعل مصر على شراء اللاعب او نجم نادي الزمالك الحالي محمد ابراهيم. الزمالك حدد السعر 1.5 مليون يورو من اجل الاستغناء على محمد ابراهيم لنادي سيون السويسري. اللاعب اسمه فيليكس اوزو، ده لاعب نادي الجونه الحالي، كان انقطع عن التدريبات في شهر يناير اللي فات وتم الاستغناء عن خدماته من نادي الجونه، معروض دلوقتي على نادي الزمالك. كان بيلعب ايضا في الاتحاد السكندري في وقت سابق. وكيل اللاعب عرضه على نادي الزمالك، والمفترض الجهاز الفني هيحدد موقفه خلال الساعات القادمه. فجاه لجنه الانديه اللي مفترض ان هي ستقوم بتنظيم الدوري، لجنه الانديه المحترفه اللي بيرأسها الكابتن حسن حمدي واللي هتقوم بتنظيم بطوله الدوري المفترض في الموسم الجديد، قامت بضم هاني ابو ريده في عضويه هذه اللجنه في موقف مفاجئ، وتعيين ابو ريده كان باقتراح ما بين حسن حمدي وبين نائبه في هذه اللجنه ممدوح عباس. وتقدمت الانديه بشكوى شفهيه لحسن حمدي وعباس بسبب مجلس اداره اتحاد الكره المصري وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات مصريه زي طرح مزايده بث الدوري وتسويق مباريات الكاس، وكلها امور بتقلل من موارد الانديه. وده جعل لجنه الانديه تصر على ان تقوم هي بتنظيم المسابقه في الموسم القادم، وقامت بضم هاني ابو ريده حتى يعطيها الشرعيه في هذا التنظيم. عارفين ان هاني ابو ريده هو عضو المكتب التنفيذي في الفيفا وفي الاتحاد الافريقي، وايضا عضو مجلس اداره اتحاد الكره بصفته الدوليه، وبالتالي هيكون ضمه لهذه اللجنه سيصب في صالح اللجنه التي تتطلب او التي تطلب تنظيم مسابقه الدوري رسميا بعيد عن اتحاد الكره في الموسم الجديد. دي كانت اخبارنا في سوبر نيوز. نذهب الان لنتابع اهم ما سياتي في حلقه اليوم.